ده رافال 3 في 1. استنوا. طبعا دي تاني امتع حاجه في الحياه انك تفك الاكياس. واول امتع حاجه بقى انك تمتلك جهاز بيقدر يعمل ولا 100 حاجه. مش بس كده، كمان كان عليه عرض، لا وجاي معاه كميه اكسسوارات وحاجات تقدر تستخدمها من كترها هتزهق منها زي ما حصل معايا. فتعالوا بقى نشوف اسطوره ان هو 90% ضد الكسر وضمان سنتين و10 سنين على الخلاط اللي ضد الكسر. فبشويش كده نجرب الخلاط. الحمد لله طبعا طلع ضد الكسر. طبعا هنحاول نكسره بالساطور، بس لما اقول لكم امكانياته اللي هم 2200 واط وب6 سرعات، موتور تايواني طبعا بيفضل لازق في الارض ما شاء الله ما بيتحركش عشان في قاعده بتلزق في الرخامه. الحله بتاعته طبعا 10 لتر وكل التروس اللي فيه معدن، وطبعا لو سخن في اي وقت هتلاقي الحساس بتاعه فصل عشان يحمي نفسه بنفسه، وكل الاسلحه بتاعته المنيوم، وكمان عليه ضمان سنتين. واتوقع كده مش ناقص غير ان هو يتكلم ويعمل لك الاكل كمان. فرمت فيه لحمه، سمك، بني ادمين، كل حاجه بتتفرم ما شاء الله فيه. ومن هنا ورايح حرفيا مش هفرم عند جزار ولا اي حد، لان فرمت احلى ب 100 مره ووفرت جدا معايا في العجين، لان دايما البيتزا كان بتاخد معايا وقت وبتبقى صعبه. طلعت بجد سهله جدا وبجد وفر معايا في الوقت.